البقرة كانت دايما ماشية رافعة راسها، عاملة نفسها الملكة بتاعت المكان، وكانت بتفشخر بفخر إنها تقدر تطلع 100 طن لبن كل يوم. وفجأة الفلاح فتح باب الزريبة بعنف. كل الحيوانات جريت في رعب أول ما شافوه. بقرة واحدة بس قدرت تزحف وتخرج بره، بس جسمها كان ناشف ومكرمش، ما فيهوش نقطة لبن. أول ما لاحظت إن الفلاح باصص لها مباشرة، البقرة المتباهية كانت هتطير من مكانها من الخضة. لفت بسرعة وجريت كأن حياتها متعلقة بالجري ده. بعد لحظة لمحت كوخ خشب صغير، من غير ما تفكر خبطت ودخلت جواه من غير ما توقف. ولما الفلاح فهم اللي حصل اقتحم المكان وراها على طول. وبعد خناقة عنيفة رايحة جاية، البقرة قدرت تهرب وهي شايلة فرخة تحت دراعها. فضلت تجري وتجري، ومن كتر الخوف اتبانت في حجر ووقعت من فوق التلة متدحرجة من غير ما تقدر توقف نفسها. وفي الآخر خبطت في ظهر عربية نقل واتسحبت أميال وأميال بعيد. بالليل السواق رماها في مخزن قديم ومتهالك، ولما فتحت عينيها دمها اتجمد من الرعب. المخزن كان مليان جثث ثيران مرصوصة فوق بعضها، شكلهم كأنهم لسه باصين عليها غضبانين. البقرة جسمها أشعر من الخوف وطلعت تجري بره المخزن. جريت كأن في وحش وراها نفسه يبلعها. فضلت تجري لحد شروق الشمس ولسه رجليها كملت عليها ووقفت من التعب. وأخيراً لمحت المزرعة اللي حافظاها كويس. جسمها كله اتملى راحة وفرحة. ما بقاش فارق معاها إن الفلاح زمان كان عايز يعصرها للآخر. كل اللي كانت حاسة بيه إنها عايشة وراجعة بيتها معجزة. الفلاح اللي كان لسه حزين بعد ما فقد البقرة كان قاعد مهموم، ولما شافها ماشية راجعة اتصنم. ومن بعدها البقرة بقت مبسوطة وبتسيب نفسها للفلاح يحلبها كل يوم برضا.